سؤال بسيط من طفلك ممكن يكون بداية طريق خطر لو رديتي عليه غلط. لما ابنك يسألك انتوا جبتوني ازاي، متفتكريش انه بيحرجك، ده اول باب بيفتح لفهمه للحياة. لو ساعتها سكتي او قلتي عيب او هربتي من السؤال، انت كده مش بتحميه، انت بتسيبيه يدور على الإجابة لوحده، ومن هنا تبدأ المشكلة. لأن السؤال الصغير ده هو تمهيد لمرحلة أخطر بكتير، وهي سن المراهقة. لما يكبر شوية هيبدأ يلاحظ تغيرات في جسمه وفي مشاعره وفي تفكيره. لو اتعود انك مش بتجاوبي مش هيسألك تاني، وهيدور بره على الإجابة، على موبايل أو أصحاب أو أي مصدر غلط تاني. طب ازاي نرد على الطفل؟ الأطفال مثلا سن 5 سنوات، ممكن تقوليله ربنا بيخلي الأطفال يكبروا في بطن ماما لحد ما يتولدوا، دي بسيطة وأمنة ومناسبة لعمرهم. لو أكبر شوية يعني ممكن 8 سنوات، بتقوليله ان اي 2 متجوزين ربنا بيخلي الطفل يبقى صغير في بطن ماما ويكبر ويتولد. جاوبي تدريجيا على قد سؤاله، واسأليه انت فاهم ايه عشان تصححيله بدون لخبطة. اسلوبك هادي وهو هيحس انك امان وانه يقدر يسألك في اي وقت. طيب لما الطفل يكبر شوية ويدخل على سن المراهقة، دور الاب هنا مع الابن مهم جدا جدا جدا. اقعد مع ابنك ببساطة، قوله اي حاجة بتحصل لك طبيعية وانا معاك، اسمعه كده، انت بتحميه مش بتربيه. وكمان دور الام ما يقلش اهمية مع البنت عن دور الاب. تتكلمي معاها بهدوء عن التغيرات اللي بتحصل لها، طمنيها ان كل ده طبيعي، خلي بينكم مساحة امان تقدر تسألك فيها عن اي حاجة. الطفل اللي متعود يسأل وهو صغير هيفضل يرجعلك وهو مراهق، لكن اللي اتكسر سؤاله في البداية هيدور على الإجابة في مكان تاني. ابدأي صح من دلوقتي عشان تحميه في أخطر مرحلة بعد كده وهي المراهقة. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وإعجاب للفيديو.